أعزائي المستمعين، لقاء اليوم الخميس 27 من شهر مايو عام 2003 مع الزميل الإذاعي مصطفى خليل المسؤول عن البرامج الكردية من راديو 2000 FM والموجة 98.5. وهذا اللقاء مع أحد أعضاء الفرقة الموسيقية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، مع الفنان الأستاذ مجدي بولس والزميل مصطفى خليل. أعزائي المستمعين، لا شك أن الفن والموسيقى والغناء هي في الأساس ثورة ثقافية إنسانية أدبية وعاطفية يحملها الفنان من خلال حياته الفنية ليقدم بكل ما لديه من الإبداع إلى شعبه، ويعيش عبر السنين في ضمير كل إنسان يعرف ويقدر قيمة الفن والموسيقى. يعد الفنان الأستاذ مجدي بولس من أبرز الموسيقيين الذين برزوا بجدارة مع منتصف القرن العشرين، واستطاعوا أن يدخلوا القرن 21 بخطوات راسخة تستند على منجز تراكمي والنوعي من التأليف الموسيقي عبر سنين طويلة. يسعدني ويشرفني بأن أنتهز هذه الفرصة لألتقي بأحد كبار الملحنين والموسيقيين، وهو من أحد الرموز المميزة عاشوا زمن الفن الأصيل في أحد الفنانين الكبار من أمثال أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب وغيرهم. وهو كان أحد الموسيقيين في فرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وكما كان له دور كبير في تلحين وتشجيع الكثير من المطربين والمطربات في المهجر وخاصة في أستراليا. أستاذ مجدي، أشكرك على وقتك لتواجدك معنا في قسم الإذاعة الكردية في أستراليا. أنا اللي شاكر لكم استضافتكم، وأهلا بيكم دايما. وأنا كنت سعيد جدا بإني عبر الأثير وعبر الإذاعة بتاعكم إن أنا هقابل الشعب الكردي وهيسمعوني، ودي يعني هتعتبر بالنسبة لي لحظة حلوة في حياتي. ما يمكن الظروف ما ساعدتنيش إني أشوفهم من خلال أيام عملي في القاهرة في مصر، لكن هي جت الظروف إن احنا نتكلم سوا على الهوا. أشكرك أستاذ مجدي. أستاذ مجدي، ممكن أن تعطينا لمحة عن حياتك، حياة مجدي بولس، كيف ومتى بدأ مشواره الفني الطويل؟ هو مشوار طويل بيبتدي بالهواية من الصغر. يمكن الوراثة كان لها تأثير على حياتي أو حبي للفن، لأن والدي كان برضه موسيقي عازف كمان. عشت حياتي في جو موسيقي لغاية عشقت الفن وعشقت الموسيقى. كنت بلعب بالهواية على آلة البيانو والأكورديون والحاجات الآلات اللي هي متوفرة في البيت، لغاية ما خلصت الدراسة الثانوية العامة. فأصريت إن أنا ألتحق بكلية الموسيقى في مصر. فجت فرصة إن أنا اشتغلت مرة بسجل مع المرحوم رياض السنباطي. أيوة. فعجبوا الستايل بتاعي. تاني مرة وإحنا
بنسجل برضه، لقيته بيسألني بيقول لي تحب تشتغل مع أم كلثوم؟ طبعا أنا ضحكت يعني أحب دي طبعا. قلت له يا أستاذ ده شرف لينا طبعا، نتمنى. قال لي طب تعالى بكرة في البيت أم كلثوم الساعة 10:30 الصبح. طبعا كنت فرحان زي اللي لقى خد جايزة، زي ما كنا زمان احنا واحنا صغيرين نصحى الصبحية ونلمع جزمة ونجري ونلبس عشان نلحق ننزل بسرعة فرحانين. ففعلا انا اليوم ده كنت فرحان ان انا هروح هقعد جنب ام كلثوم. لان طبعا هو العمل في الفن درجات، وكونك توصل لمرحلة انك تتعامل مع فنانة في مستوى أم كلثوم، يعني أنت تعتبر خدت شهادة تانية بجانب الشهادة اللي هاخدها من الجامعة وحاجات زي كده الفنية. وكان ده أول لقاء، وكانت ست متواضعة ظريفة جدا، رحبت بي قوي وقالت أنا سمعت عنك، الأستاذ رياض كلمني وأهلا بيك معانا. فدي كانت بداية الحياة. وبعدين اشتغلت مع الست أم كلثوم من تقريبا من سنة 60 لغاية ما ربنا افتكرها. خلال ده برضو كنت أنا يعني برضو تعرفت في المجال الفني، فاشتغلت مع الفرقة التانية اللي هي موجودة في مصر، اللي كانت تعتبر أكبر فرقة، اللي هي اسمها الفرقة المسيحية. دي كانت أكبر فرقة في مصر، وكانت بس بتتعامل مع كبار الفنانين زي عبد الوهاب، عبد الحليم، فايزة، نجاة، وردة، كل الناس الكبار. الموسيقى حاليا ما هياش غذاء الروح، هي موسيقى علشان الناس تقوم تتنطط وترقص وبس، واللي حسه عالي هو اللي يزعق ويقولوا يا سلام ده مطرب ممتاز، عشان بيزعق قوي او حسه عالي بيجيب اخر الدنيا بس. والناس بتحب الحاجة اللي بترقصه بس. صح. يعني بالفعل أنا عايز أنضم إلى صوتك، ومش بس أنا وأنت، كثيرين من الفنانين والمحللين والنقاد بيقولوا موسيقى دلوقتي صايرة زي التيك أواي، يعني الأكل السريع، يعني يشهرون بسهولة وبسرعة، وخلال وقت قصير لم يبقى لهم أثر. ولكن الفن والموسيقى والغناء الأصيل لم يضيع ولم يمل منها الناس. يعني شو بص بالمئات السنين، يعني نحن عم نتكلم تقريبا على بالستينات 50-60 سنة، وما زال الأغنية الأصيلة من أم كلثوم وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب يوميا يعيش مع الإنسان. يعني ما هو السبب؟ هو في حاجة كمان، يعني بالإضافة إلى كلامك ده، إن الأغاني ديت عايشة وما زالت عايشة. في حاجة غريبة بتحصل دلوقتي والناس مش واخدة بالها منهم. في بعض الألحان بتطلع اللي الناس بتعجبهم دلوقتي وبيحبوها. هم بيحبوها لسبب، بيحبوها لأنك أنت لو حللت الأغنية الجديدة ديت اللي هم بيحبوها وتعمقت فيها، هتلاقي جواها أساسا قطعة أو جزء متاخد من الأعمال الكبيرة بتاعت زمان ومعمول لها شوية. يعني بالفعل أستاذ مجدي سبقتني، يعني كنت عايز أسأل النقطة بالضبط، وأنت قبل ما أسأل أنت بالفعل وضحت النقطة الحساسة اللي كنت أنا عايز أقولها. يعني كنت عايز أقول زي ما قلت في أيام زمان وقت كان بيطلع الأغنية الجديدة من مطرب أو مطربة، يعني كان يأتي كلمات مين درجة الأولى، ألحان مين درجة الثانية، غناء مين الدرجة الثالثة. يعني العالم وقت كان بيسمعوا اللحن قبل ما المطرب يغني كانوا عارفين ده لحن مين، لحن رياض السنباطي ولا بليغ حمدي ولا محمد عبد الوهاب ولا دي ودي. هي ناحية. وناحية تانية يعني كتيرين بيقولوا المطربين دلوقتي، الفنانين دلوقتي ما زالوا عايشين من خير الفن القديم وعلى أكتافهم. يعني ما فيش حاجة جديدة للمطرب دلوقتي. النقطة اللي ذكرتها بتاعت اللي انك انت الناس ديت كانت معروفة انك بتعرف الأغنية بتاعت مين ولحن مين ومغني مين، لأن الملحنين والمغنيين بتوع زمان والمؤلفين كانوا بيمتازوا انهم ليهم شخصيتهم الخاصة
ولونهم الخاص. أستاذ مجدي، زي ما بتعرف الشعب الكردي له حضارة وثقافة وفن يرجع تاريخه إلى آلاف السنين، وهناك من العظماء من الفنانين والملحنين بين الشعب الكردي، ولا شك الكثيرون من الأكراد الذين يتكلمون العربية يعشقون الفن العربي الأصيل، خاصة الأصيل أيام زمان. ماذا بتحب تقول للشعب الكردي والجالية الكردية في أستراليا؟ في أستراليا؟ أيوه، بشكل عام أو في أستراليا. أنا بشكل عام أتمنى أن أنا أقابلهم شخصيا برا وأزور البلاد الحلوة دي. أنا أتمنى أشوف البلاد دي لأن ما كانش عندي فرصة أن أنا أشوفها المنطقة دي، وأتمنى لهم طبعا حياة أفضل في ظل التغييرات والتطورات اللي حدثت أخيرا بالنسبة للعالم العربي. أما بالنسبة للشعب الكردي فالموجود في أستراليا فأنا بتمنى له كل استقرار وحياة سعيدة أيضا، واندماج أكتر بينه وبين الجالية المصرية. نتمنى أن احنا يكون فيه، وأتمنى أن أتعامل معهم، ولو كان هم عاوزين مني أي حاجة أنا مستعد أقدمها، أي مساعدة فنية، أي شباب عندهم عاوز أي معلومات، أنا ما ببخلش على حد بحاجة. أستاذ مجدي بولس، أشكرك من قلبي على هذه الفرصة لنعمل معك هذه المقابلة، وأتمنى لك كل التوفيق والصحة، ولك مكان خاص في قلوب كل إنسان عرف وسمع عن الأستاذ مجدي بولس، لأنك قدمت الكثير للشعب العربي وتستحق كل التقدير والاحترام. وإذا بتحب تقول أي شيء في الكلمة الأخيرة تفضل أستاذ مجدي. أنا آخر حاجة أقدر أقولها إن أنا بشكركم جدا على الفرصة الحلوة اللي خلتوني أتقابل ولا أقابل الشعب الكردي وجها لوجه، ولو إن مش وجها لوجه بالصوت يعني. ونتمنى إن احنا يكون لنا لقاءات تانية كتيرة بإذن الله. بإذن الله. أشكرك أستاذ مجدي. شكرا حبيبي أستاذ مصطفى. ببین که مجدی بولس ده سالات 2003 لسیدنی هاتبو پیشش کردی